اللهم بارك لنا في اجتماعنا، وبارك لنا في وجهتنا، وبارك لنا فيما جمعتنا عليه، وكله يحوم حول تحقيق لا إله إلا الله التي بعث بها الأنبياء والمرسلون، والتي جاء بها خاتم النبيين، والتي قال عنها أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي التي لو وضعت في كفة ثم وضعت السماوات السبع والأرضون السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا من تحمل ما لا تحمله السماوات والأرض، احمد الله على نعمة لا إله إلا الله، وتشبث بمعنى لا إله إلا الله، وحقق معنى لا إله إلا الله في وجهتك وفي نيتك وفي مقصدك وفي جلوسك وفي استماعك هذا، وفي توجهك هذا، وفي إنصاتك هذا، وفي إصغائك هذا، وفي جمعك هذا، وفي ساعتك المباركة هذه، الساعة التي جاءت الآثار فيها بأنها تفتح فيها أبواب السماء عندما تزول الشمس في وقت الظهر، وهي ساعة من ساعات الذكر عند الذاكرين والإنابة عند المنيبين. اللهم بارك لنا في ساعتنا هذه، واكتب لنا فيها السعادة، واكتب لنا فيها التوفيق والقبول. اطلب التحقق بمعنى لا إله إلا الله التي قامت عليها مراتب الولاية، والتي برزت فيها حقائق النبوة والرسالة. لا إله إلا الله أحيانا الله عليها، أماتنا الله عليها، بعثنا الله عليها، جعلنا الله من خواص أهلها، ولعظيم مكانتها وسرها وعلو شانها ومنزلتها عند الرب واجه حبيبه الأطيب في الذكر المنزل عليه، الكتاب الحكيم، الكتاب المهيمن على جميع الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبحسب إيماننا دخلنا في هذا الاستغفار، والاستغفار صادر من حضرة المختار متوجه به إلى الله الكريم الغفار. استغفر بأمر الغفار نفسه. ما أعجب هذه المواعظ، الغفار نفسه يقول هذا استغفر. سيد أحبابه لماذا؟ ليغفر، ليوسع دائرة الغفران، ليخرج من عجائب الغفران ما هو أهله سبحانه وتعالى. قال لنبيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أراد أن يكرم المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات يستغفرونه سبحانه وتعالى، ولكن مهما استغفروه فاستغفاره منتهٍ إلى قدر ما آتاهم، وإلى قدر ما أعطاهم وعرفهم، ما آتاهم من معرفته والفهم عنه. من أين يجيبون استغفار مثل معرفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ استغفار على قدر قرب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت يا حبيبنا المقرب أفض على الجماعة، نزل استغفر أنت لهم، هل لنا أتجلى عليهم باستغفارهم هم، لكن باستغفارك أنت عليهم التجلي الأكبر. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الله يجعلنا من المؤمنين والمؤمنات، ويحققنا بحقائق الإيمان، ويرفعنا في مراتب. كلما ارتقيت درجة في الإيمان اتسعت لك دائرة الغفران، لأنه استغفر للمؤمنين فكل مؤمن نصيبه على قدر إيمانه، وكلما زاد إيمانك وجدت الدرجة. ولهذا قال العارفون لو لم يصل إليك إلا من قد تصفى وتنقى ما وصل أحد. لكن أسرار هذا الاستغفار قائمة تأخذ الناس وترفعهم إلى مراتب القرب من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. استغفار على قدر المختار، والعجيب أن المختار برحمته العظيمة ما ابتدعه من نفسه، ولكن نفس الغفار قالوا له أنت استغفر لهم، أنت بنفسك استغفر لهم، من شان أنا أغفر لهم على قدر استغفارك لا على قدر استغفارهم هم، رحمة من رحمة الله، فضلا من فضل الله. ولذا رأينا أثر غفرانه في الأمم كلها، لكن في الأمة أكبر. رأينا أثر غفرانه في الأمم كلها، لكن في ذي الأمة أوسع. تيسرت أسباب المغفرة، لأن كل نبي استغفر لأمته والمؤمنين والمؤمنات، مقامات عظيمة.
فنال أمتهم نصيب من الغفران، لكن خبأ الله الكبير صلى الله عليه وسلم حتى برز في هذه الأمة وكان نبيها، فجاءت أسباب المغفرة، حتى جاء في بعض الآثار أن بعض الملائكة في القيامة يتعجبون ممن نجا من الأمم السابقة، يقول كيف نجوت؟ الحمد لله قدرت على النجاة. قال ويتعجبون ممن هلك من أمة محمد، يقول أنت من أمته وتهلك؟ عندكم أسباب المغفرة وسبب الرحمة كبيرة ووفيرة وكثيرة وتهلك، أنت من أمتي هذا وتهلك. فيتعجبون كونه من أمة محمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله إلا هالك، من شرد على الله كشراد البعير الناد على أهله. إذا قد بهذه الحالة نافر عن مغفرة الله وعن رحمته والعياذ بالله تبارك وتعالى هو الذي يهلك. وإلا من تقرب في هذه الأمة ومن تشمم إلى المغفرة حصل نصيب، والله يكرمنا بالنصيب الأوفر. وشاهده في قول ربكم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والذائقون العارفون من الأمة لو تصوروا أن هذا الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بمن كان في أيام عصره أو في أيام عمره الدنيوي لا اشتد الأمر عليهم. فجاء صاحب الوحي يقول لهم تعرض علي أعمالكم في البرزخ في قبره، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم. قال استغفاري على الخصوص غير استغفاري لعموم المؤمنين إلى يوم القيامة. لأهل كل زمن تعرض علي أعمالهم وأنا أصدر الاستغفارات الخاصة بكل من عرض عمله علي من أمتي، فما أرحمه وما أكرمه وما أعظمه وما أعظم ما ولى الله قلبه من الرحمة ومن الرافة، فهو الرؤوف الرحيم. صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، كما قال له ملك الجبال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم جل جلاله. الرؤوف الرحيم سمى عبده محمدا الرؤوف الرحيم. وها نحن في هذه الحضارات حضارات أهل لا إله إلا الله المتحققين بحقائقها، تولع بها قلب وروح سيدنا الفقيه المقدم، فكان يكثر من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تزايد ورده منها في اليوم والليلة حتى وصل إلى 100,000 في كل يوم وليلة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقول أهل المعرفة والذوق إن كاس المحبة فيه منذ الصغر لم يروى ولم يزل يتلهف على حقائق المحبة لله جل جلاله وتعالى في علاه، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي، ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي. وقد جينا متتبعين الآثار واجتمعنا اجتماعات الأنوار. الله يلحق الصغار بالكبار ويلحق المتأخرين بمن تقدم من أهل تلك الأعصار حتى نجتمع جميعا في زمرة النبي المختار. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله. في زمنكم وأعماركم القصيرة اغتنموا سر الاتصال وسر المشابهة وسر التوجه وسر الاقتداء والاهتداء بحمل هم أمانة هذا الدين لتطبيقه والعمل به ونشره في من عداكم لتقربوا إلى الله. يا داود من رد لي آبقا كتبته عندي جهبذا. يا داود إذا رأيت طالبا لي فكن له خادما، إذا رأيت من يطلبني فكن له خادما. هكذا يا داود لا تسأل عني عالما أسكرته الدنيا فيصدك عن سبيل محبتي، أولئك قطاع الطريق عن عبادي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يحققنا بحقائق لا إله إلا الله ويدخلنا وإياكم في دوائر أهل هذه الأمانة الذين يخدمون المقبلين على الله ويردون العابقين إلى درب الله سبحانه وتعالى ويواصلون فيما بينهم وبين الرب
خير الناس من دعا إلى الله وحبب عباده إليه جل جلاله وتعالى في علاه. الله يكرمنا بالقرب والتقريب. قرب نفسك وقرب أهل بيتك بالأخلاق الكريمة وبالعزيمة والهمة الصادقة. قربهم ليستقيموا، قربهم ليقبلوا بمحبة على ربهم جل جلاله، قربهم ليكرهوا أخلاق السفلة وأخلاق الفسقة وأخلاق الكفرة حتى ينفروا منها لما يشهدوا من سوءها وسمها وشرها وضررها وآفتها وسقمها وبلائها في الدنيا والآخرة. فجميع ما تشبه به القوم بأهل فجور أو كفر أو فسوق ولو أدنى حركة فيها سموم وفيها آفات وفيها ما يوجب الخجل يوم القيامة، وفيها ما يوجب الخجل عند لقاء الله عز وجل.